تقول القصيدة: أيا إخوتي في إب، بالله هل لكم بأن تخبروني عن تعابير عرفكم؟ ألم تعلموا أن الضمائر تشتكي إلى النحو ما لاقته من ظلم نطقكم؟ هل الكاف مثل التاء في الرفع أضمرت كأبصرك لما جوك أو ما عرفكم؟ أم الميم في جمع المذكر نائب اللواء كما فيها الدبوم ثم وحجم؟ وما ولما أبدلتم ألفيهما بواو فقلتم مولموه بئس قولكم. وهل كي وكو يا قوم اسمها إشارة وهكة، وهل بين الإشارات لفظكم؟ وما هو صرداد وصرة والكشا، وما هو خباقي وما طبجي طبوم، وما هو شنائي وما هو قرقمي، وما هو هباقي وطزح وقربسوم. وثعلبكم يدعى عسيق، وديككم تسمونه الفراج، لم أر مثلكم. فلا تحسبوني ساخرا أو مهزئا، لا والله، فكم لهجات في مناطق غيركم. فصنعاء بها بردق وطعزز وقمقمي وتمجغوا والغسكسي جا منكم، وللمه يا عقي وما بحدا ويوم وسعما تقول وسكه وجحفه وما لكم. وادي بنا واتخ ويشبك وعمرطي وش لا ينطز ود حمود لا يقول لكم. وأما تعز في هاد زون قالوا مولي مو وقفت قشا ومسكي شرقع ثيابكم. وأما تعز في هاد زون قالوا مولي مو وقفت قشا ومسكي شرقع ثيابكم. واني غبان وشصبيط اقسم بالله مال يا ربي شخصيك بأعماركم. وأما عدن فالثاء فيها ضائعة كجيت من تاني وبتقرع جنبكم وإشتا وباتلك وبردعك ورافل وهبلوه ربي دي كمان من نطقها. وذي حضرموت الجيم فيها مهملة كريال ويا وهو بالناس بركم وغوده وريم ومخوال وكاكيده وبات ولي قدين والبوك نار تشلكم. ولا شك أن العرف يحكم حكمه بكل النواحي، لكن اللوث يا أهل إب عندكم. سلام. مع تحيات